نعرف يا دكتور الحب في دقيقة او الحب في كلمة؟ سألوا الأستاذ عباس محمود العقاد هل الحب أمنية تتمناها أم مصيبة يجب أن تتقيها؟ فرد عليهم وقال لهم هي مصيبة واجبة الاتقاء إذا كنت تحمل به نفسا تريدها وهي لا تريدك. يعني حب من طرف واحد. بالظبط. دي مصيبة. دي كارثة. طيب ليه؟ ما احنا عندنا الكارثة بتاعت نيرة اللي الواد المجرم قتلها ده، بس خد إعدام بعد كده. خلاص. ولكنه حب أمنية وعزيزة المنال. صح. إذا كانت الروحان متجاوبتان ثق أنهما في سهو من سهوات العمر والأيام. في مقولة كده بقولها يا دكتور في النهاية بالنسبة ان احنا اتكلمنا عن الحب، وبالمناسبة ان احنا في كلمة توجذر دايما معاك. الكلمة دي جميلة قوي بمناسبة ان احنا بنتكلم عن الحب والعلاقات الإنسانية. بجد انا استفدت حاجات كويسة قوي واكيد هتفيد الناس. فانا بقول مقولة: انت كائن رائع وريث الخلود الابدي. يعني حضرتك طفل رائع مثقف دكتور عالمي مشهور وريث الحياة الأبدية، بمعنى ان حضرتك بتجيب لنا تاريخ وتراث متعاش ولازم يكون موجود. الله، ده اللي انا عايزه اقوله لحضرتك. جميل، شكرا جزيلا. على ايه يا دكتور؟ لا 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 لا، يعني معاني كثيرة جدا في كلمات قليلة. ودي البلاغة. ولا اي حاجه يا دكتور، ده اقل حاجه ممكن اقولها لحضرتك. انا اتوقع ليك مستقبل رائع ان شاء الله في العلاقات العامة.